السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. كيف العادة. المنصة ديال الصرا مازال حاليا ما شفنا يعني حتى شي واحد اللي راه سحب او دار شي حاجة، مما يعني ان المنصة يعني نصبات حتى من الناس اللي حطوا ديك $100 ما سحبوا حتى حاجة. يعني المنصة كانت في الاول حاطة $100 باش انك تقدر تسحب، دابا رجعت 30، يعني باش تدخل اكثر عدد ديال الناس يعني في عملية النصب ديالهم. واحد القضية اللي شفتها هي هاد الجروب هذا، وكاين بزاف ديال الجروبات بحالو ديال يعني الناس اللي تنصب عليهم في المنصة، كيحاولوا انهم يتجمعوا الى اخره. كتجيني انا بصراحة غير مضيع الوقت وصافي، حيت ما غاديش يوصلوا لهاد الناس هادو، حيت الناس طريقة باش ناصبين، واحد الطريقة اللي يعني صعيب انك تعقبهم فين كاينين. الاجهزة اللي خدامين بيهم يعني تيديروا جميع الاحتياطات والاحترازات باش انهم ما يطيحوا في حتى شي غلط. حيت هاد الناس هادو اللي فاتحين المنصة ديال الصرا راه ماشي يعني اول مرة غادي ينصبوا بهاد الطريقة. ديجا كانوا فاتحين بزاف ديال المنصات بنفس الطريقة، ويعني تينصبوا يعني باش انك تسنى منهم شي غلط اللي غادي يوقعوا فيه، وتقدر انك انت يعني تجبدهم داك الغلط اللي داروا فغينسى. هاد الناس هادو عارفين اش كيديروا، مولفين على هاد الخدمة، مولفين على هاد الطرق هادو، يعني صعيب باش انكم توصلوا لاي واحد. الناس كاينين شي وحدين تيبغيو يحملوا المسؤولية للناس اللي دخلوهم. الناس اللي دخلوكم راهم تا هما غير منصوب عليهم بحالكم. الفرق اللي كاين هو انهم هما استافدوا بزاف، نتوما استفدتوا شوية. الاستفادة ديالهم هما كانت يعني خسر الشهر، زد عليها الإحالات اللي يعني اللي كيربحوا منهم، وبزاف ديال الحوايج. عكس الناس اللي يعني اللي غي دخلات، فكانت عنده واحد النسبة ديال الربح، نقدروا نقولوا صغيرة شوية. وكاين اللي اصلا دوك الفلوس اللي ربح عاود استثمرهم، يعني بقى غير تعمر في المنصة وصافي، يعني ما نستافد والو من دوك الفلوس. وبزاف ديال الناس طرا لهم هاد المشكل، يعني مشى ليه الربح وراس المال. اش غادي نقول لكم الخوت، حاليا تفاداو كاع المنصات اللي غادي يكونوا محطوطين، واللي غادي يبغي بنادم يدخلكم ليهم، حاولوا انكم تبعدوا عليهم حتى 2024 ان شاء الله. في شهر واحد غادي يبداو تاني المنصات، وغتبدا الخدمة بشكل اللي عادي، وغادي يكونوا يعني منصات المدة ديالهم غتكون طويلة. من الأحسن أنكم تدخلوا المنصات عاد بادين، مننصحكمش بمنصات يعني ضاربين 20 يوم 30 يوم. منصة يلاه ضرب 3 أيام أو 4، حاول أنك تستثمر فيها، ويعني شوف الربح يكون قليل باش تفادى أنهم يسدوا بالزربة. حيت قد ما كان الربح كبير عارف أنهم غادي يسدوا في أقرب وقت. والناس اللي كيعذبوا راسهم في الجروبات هادو وتيعطيو نجمة في بلاي ستور وداك الشي، راه يعني كتكرفصو في راسكم وصافي. فلوس راه ما يعني مبقاش ترجع عليكم، خصوصا انكم كتعاملوا يعني باينانس والعملات الرقمية اللي اصلا ممنوعة في المغرب. يعني الا كانت شي محاسبة غتحاسبوا نتوما الاولين، ويعني حقكم ما غاديش راجع عليكم. بنادم راه عارف هادشي، غير تيبغي يعذب راسو وصافي. يعني هاد الميساج هذا غير للناس اللي جدادين في الدومين، الناس اللي كاينين يعني عيالات تسلفوا، رجال باعوا طونوبيلاتهم وبزاف ديال الحوايج. فكنحاولوا اننا ننصحوهم، يعني قبل ما انك دير شي شكاية او لا شي حاجة، عارف اللي عليك. واللي عليك هو انك ما خصكش تعامل العملات الرقمية، حيت كيف ما قلت لكم ممنوعة في المغرب. فغادي يعني انت اللي غتصدق في المشاكل، حيت انك تتعامل بالعملات الرقمية. والله يدير اللي فيها الخير يعني الناس اللي
تسلفوا او لا مشى لهم رزقهم. الله يعوضكم الخوت. يعني غير بغيت ثاني نعلمكم باش انكم تنساو المنصة وتسناو شي حاجة اللي جديدة. الا بان شي حاجة راه ما غاديش ندخل عليكم، راه غنبارطاجيها معكم، نشاركها مع خوتي. كان عندكم شي سؤال اولا شي حاجة راه غادي نخلي لكم يعني فين تواصلوا معايا تحت في الفيديو تحت. يعني غير اللي عنده شي مشكل اولا اللي عنده شي تساؤل اولا اي حاجة، مرحبا بكم الخوت. وهذا ما كان في هذا الفيديو، ونهاركم مبروك، ونتلاقاو ان شاء الله في شي ساعة احسن من هذه. تحياتي.